في يوم بنتي جت سالتني وقالت لي يا ماما، هو ايه الفرق بين البيض الابيض والبيض الاحمر، وليه البيض الاحمر بيبقى اغلى من البيض الابيض؟ انا بقى في الحلقه دي من اسرار المطبخ هجاوب على السؤال ده، عشان اكيد في ناس كتير عايزين يعرفوا. مفيش اي فرق بين البيض الابيض والبيض الاحمر خالص. البيض الابيض جاي من فراخ ريشها ابيض، والبيض الاحمر جاي من فرخه ريشها احمر او بني، ريشها غامق يعني عموما. لكن في الحقيقه الاثنين نفس القيمه الغذائيه، يعني الاثنين 78 سعر حراري، 6 جرام بروتين، 5 جرام دهون، 180 مللي جرام كوليسترول، نفس زي بعض بالظبط. البيض الاحمر بيكون اغلى شويه عشان خاطر ال الاكل بتاع البيض الفرخه الحمراء بيبقى اغلى شويه من الاكل بتاع الفرخه البيضاء، بس ده اللي بيخليه اغلى شويه، وفي بعض الاوقات بيبقى زي بعض بالظبط. لكن المختلف بقى فعلا البيض البلدي، طبعا عارفينه البيض البلدي الصغير ده، ده اللي بيبقى مختلف، نسبه الكوليسترول والدهون المشبعه فيه اقل بكتير جدا. الاوميجا 3 اعلى من البيض العادي، فيتامين اي واي اعلى، فيتامين د اعلى من 3 ل 6 مرات من البيض العادي. ده لان الفرخه بتكون متربيه في مكان مفتوح وتعرضت للشمس، يعني حتى لو انت عندك اطفال يبقى الافضل ليهم هو البيض البلدي. لكن بالنسبه للبيض الابيض والاحمر هو نفس الطعم. زي ما قلت لكم، السعر بيرتفع بس نتيجه تكلفه تربيه الفراخ، مش الجوده خالص. وانت بقى ايه، ممكن تاخدي اللي انت عايزاه. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك الحلقات الجايه من سلسله اسرار